كنتجول في الفضاءات الافتراضيه، لقيت واحد التعميم ما سمي تعميما منسوب الى الجامعه الحره للتعليم التابعه للمركزيه ديالكم. نعم. التعميم يدعو منخرطي النقابه الى توقيف الاشكال الاحتجاجيه اللي سموها الاشكال النضاليه في التعليم. اول حاجه، واش ذاك التعميم صحيح؟ حيت شي وحدين ضروني في راسي قالوا لي راه صحيح مو فبرك. لا صحيح صحيح التعميم صحيح ديال النقابه ديالكم. ديال النقابه ديالنا. اش بغيتي تقولوا فيه؟ اش بغينا نقولوا فيه؟ اولا انا من عندك نحيي كل نساء ورجال التعليم اللي هم جزء اساسي ليس فقط في منظومه التربيه والتكوين، ولكن جزء اساسي كطبقه وسطى في استقرار البلد وفي تنميه البلد وفي كذلك تكوين الاجيال القادمه، ونضالاتهم لا يمكن لجاحد ان يجحدها. والله يسمح لنا من شحال داروا معنا ديال المجهود بعدا. بطبيعه الحال احنا كل شيء لكنا هنا بفضلهم، فضل النساء ورجال التعليم اللي ضحاو باش انا نكون هنا وباش انت تكون وباش يكون عندنا اطور وباش يكون عندنا كذا، ولا يمكننا ان نذكرهم وهم في مقدمه اي شيء يمكن الاتحاد العام يديروا غادي يديروا مع النساء ورجال التعليم. هذه مسجله على السمياره. تفضل. ثانيا احنا مشينا في واحد الحوار مع الوزاره المعنيه، وزاره التربيه الوطنيه، مشينا معها في حوار. في الاخير كان اختلاف وجهات النظر وكان سوء فهم وخرج النظام الاساسي ومعه نظام ديال التحفيزات. النقابات احتجت، النقابات الاكثر تمثيليه احتجت، وقف ذاك المسلسل وتدخل رئيس الحكومه، ورئيس الحكومه وعد النقابات التعليميه بانه سيجود النص وستكون هناك. بداو الاحتجاجات، وإحنا نقول لك احنا في دوله القانون وفي دوله الحريات، والاحتجاج ظاهره طبيعيه وما عندنا حتى شي مشكل. الاضرابات ظاهره طبيعيه وعادي جدا، والمسيره ديال الامس كانت مسيره ديال النساء ورجال التعليم عاديه جدا. ولكن ما يمكنش حنا نتفاوضوا، ما يمكنش نتفاوضوا وانا هز العصا لك او انت هز لي العصا، ما يمكنش. لانه الاضراب هو شكل من اشكال التعبير عن الرفض، ولكن ايضا شكل من اشكال الدعوه الى التفاوض. والاضراب لا يحقق نتيجه مباشره، هذا هو مفهوم الاضراب في النقابه. علاش كندير الاضراب؟ مبدئيا ونظريا هو هذا مفهوم الاضراب. ولكن انا نجاوبك نيابه على ما كاين مشكل. تفضل. بزاف ديال رجال ونساء التعليم كيقول لك لا يلدغ المؤمن لا يلدغ من الجحر مرات. كيقول لك النقابات انتم منها، النقابات الاكثر تمثيليه والوزاره تفاوضوا شهور وشهور، وباعوا لنا الوهم بأن النظام الأساسي غادي يكون في مستوى الطموح، فتعرضنا لما تعرضنا له. لم يبيعوا الوهم النقابات، كان واحد الاختلاف مع السيد الوزير، وكان سوء فهم مع السيد الوزير. وحينما قالت النقابات لا احنا ما قابلين، قالوا احنا ما قابلينش. واش النقابات من بعد قالوا قابلين؟ قالوا احنا ما قابلينش. خاص كانوا شركاء في كانوا شركاء في التفاوض. وشوف في الاخر وقعت سوء فهم، قلت لك ما لا يتسع المجال باش نتكلموا عنه كله، ولكن من بعد راه النقابات دارت الدور اللي خاصها ومشات، ماشي جلست مع رئيس الحكومه. النقابات التعليميه، وهذه راه عاوتاني راه خاصيه في المغرب، راه ما عمر رئيس الحكومه استقبل نقابات قطاعيه. قبل كان الحوار كيكون مركزي، كيكون مع الكتاب العام والنقابات بصفه مع المركزيات النقابيه. رئيس الحكومه استقبل النقابات الاكثر تمثيلا في التعليم واستمع اليهم وبدا الحوار معه، وبداوا المقترحات من كل نقابه. وحاليا احنا في فتره المقترحات، ولكن ما يمكنش نزيدوا اكثر. علاش؟ احنا كلنا مسؤولين، لا النقابات لا رجال التعليم لا الحكومه، كلنا مسؤولين امام الله سبحانه وتعالى، ومسؤولين امام المواطنات والمواطنين. ما يمكنش نعطلوا اولادنا اكثر من القياس. راه حنا درنا الاشكال الاحتجاجيه، ولكن نديروا حسن النيه. احنا هذا هو منطقنا داخل الاتحاد العام، نديروا حسن النيه ونرجعوا الاقسام ديالنا ونقروا اولادنا ووليداتنا. والاحتجاج راه في يدنا، والاضراب راه في يدنا، حتى شي واحد ما محيدوا لنا. حينما لا نصل الى حلول، حين ذلك يمكن نتكلم. ولكن بلاتي نقول لك احنا اللي ما خصناش نمشوا فيه، اللي ما خصناش نمشوا فيه على اننا شكون الرابح من هذا الشيء. ما حتى شي واحد ما رابح. شكون الخاسر؟ كلنا خاسرين، وليداتنا بالاساس هم الخاسرين. ولذلك انا كنطلب الليله وبكل مسؤوليه وطنيه من كل الاساتذه والاستاذات المعلمين والمعلمات نساء ورجال التعليم انهم يرجعوا يبداو يخدموا ويديروا ثقتهم في النقابات. راه غادي تكون حلول التي فيها ترضي الجميع، وحلول كذلك اللي فيها تنازلات من جميع الاطراف. هذه الحلول ستعود بالخير على المنظومه ديال التربيه والتكوين. وصحيح ان الاصلاح ديال نظام التربيه والتكوين صعيب،
واصلاح ماشي غادي يتطلب سنه او سنتين، هذا الاصلاح راه غادي ندوزو في 20 ديال الاصلاح تقريبا. عرفتي الا بغيتو ترضيو النقابات، ماشي النقابات، رجال ونساء التعليم، راه كاين نقاش على النقابات واش كتمثل ولا ما كتمثلش. شوف السي ميار التمثيل اوعى مني بهذه القضيه. التمثيل النقابي يتم عن طريق صناديق الاقتراع الذين يختارون فيه كل 6 سنوات ممثلينهم. ولكن الشارع ما خرجش ليه صناديق الاقتراع البارح. هذوك ناس يعبرون عن رأيهم ولهم الحرية في يعبرون عن رأيهم، وكل بما لديهم فرحون. هذوك يعبروا عن الرأي ديالهم، رأيهم يحترم، ما قاموا به يحترم. أنا أخاطب الطبقة الشغيلة التي أنتمي إليها واللي هي الاتحاد العام شغال المغرب، اللي احنا ما عمرنا كنا نقابة تصادمية، نحن نقابة شريكة، نحن نقابة تفاوضية، ونؤمن كثيرا بفضيلة الحوار. والحوار هو اللي جاب العديد من المكاسب للطبقة الشغيلة المغربية عبر الزمن. عرفتي رجال ونساء التعليم اش بغاو السي ميار؟ انت نقابي وقيادي في حزب حكومي، بغاو الزياده في الاجور. بلاتي مزيان، اختزلوا سهله، احنا كاملين باغيين الزياده في الاجور. ما تحتاجوش السي ميار. لا حتى انا غير موظف، راه البرلمان غير عارضه، يمكن غدا ما نبقاش فيه ورجع الوظيفه ديالي حتى انا محتاج زياده في الاجر. مش محتاج زياده في الاجر، ولكن بلاتي نقول لك الحكومه وعدت رجال ونساء التعليم الزياده، ولا زالت الحكومه باش نعطيك، ولا زالت الحكومه عند الوعد ديالها. وهذا الامر انا نبغي نقوله مباشره، ولا زالت الحكومه عند الوعد ديالها. علاش؟ اولا احنا نبغوا في الاطار العام نقولوا شنو واقع دابا في المغرب. احنا مقبلين على ثوره اجتماعيه حقيقيه، وهذه الثوره الاجتماعيه بدا صاحب الجلاله حفظه الله حينما دار الدعم المباشر اللي بدات الحكومه كتنزلوا دابا. هذا الدعم المباشر للمواطنات والمواطنين الذين الطبقات الهشه والضعيفه اللي ما عندهاش دخل، غادي تشد 500 درهم حتى 1070 درهم في ظرف هذه 3 سنوات. هذا تحسين دخل ديال واحد الطبقات هشه، لانه انا عندي عائله ديالي وانت عندك عائلات ديالك، اختك او خوك او كذا اللي ما عندهم حتى حاجه وكتصرف عليهم دابا، كيحيدوا لك جزء من الماندا ديالك، كتعطيه 500 درهم والله 1000 درهم. هذا غدا ان شاء الله في اخر ديسمبر بدايه جونفي غادي يكون عنده الحق حينما يكون مسجل في التسجيل الاجتماعي على انه غادي يستفاد من هذا الدعم المباشر ديال الدوله. حيدوا علينا جزء من العبء احنا كطبقه شغيله. كتعرف التكافل الاجتماعي في المغرب، كيخدم واحد في العائله، كيخدم واحد في العائله، هذا جانب مهم. ولكن هذا جانب ضوء، غير واحد القوس، جانب ضوء مهم جدا، ما قلناش العكس. ولكن عارف حينما الحديث في قانون الماليه حينما انا جايك البوطه كل شيء انا حينما مشينا عند رئيس الحكومه كنقابه وشرح لنا هذا البرنامج، نحن ثمنا هذا البرنامج وانخرطنا فيه، وهذه مسؤوليه ديال الجميع باش نوعوا الناس تمشي تسجل في التسجيل الاجتماعي اللي ما عندهاش باش يمكن تستفاد من هذه. وكذلك قالنا بها غادي يكون الرفع التدريجي للدعم، القسط مزيان. حتى 2026 لان راه بزاف الناس كيغلطوا 10 دراهم البوطه، 10 دراهم على 3 سنين حتى 2026. بعد 2026 نشريوها ب 70 درهم. مزيان. احنا قلنا له مزيان هذا البرنامج السيد رئيس الحكومه مهم جدا ونحن منخرطين، لكن الطبقه المتوسطه اش غنديروا معاها؟ هي راه عندها عبء، وحنا الطبقه المتوسطه على من كنتكلموا راه كنتكلموا على الناس اللي خدامين عندهم 5000 درهم فوق، بالرغم من 5000 درهم ما بقاش قضيه حتى حاجه. فهمت؟ بل بالعكس حنا نبغوا نتكلموا على واحد الطبقه متوسطه كتاخذ 12000 درهم في الشهر على الاقل. ولذلك قلنا رئيس الحكومه اين موقع الطبقه المتوسطه؟ اش جاوبكم السيد؟ قال لك سيدي سافتح معكم الحوار حول الطبقه المتوسطه في ديسمبر شهر 12. هذا اعلان رسمي، ونقولها بان السيد رئيس الحكومه وعدنا بفتح الحوار حول كيفيه تحسين الدخل بالنسبه للطبقه المتوسطه ابتداء من ديسمبر، وسنبدا النقاش ابتداء. تحسين الدخل ديال الطبقه المتوسطه يمر عبر زياده في الاجور، التخفيض الضريبي، مجموعه من التحفيزات اخرى اللي يمكن تغطي مجموعه من المصاريف اللي كيديرها الناس ديال الطبقه المتوسطه. نفهم نحن نشتغل ولكن اشتغال كحكومه ولا كنقابه؟ نشتغلوا كنقابه احنا. الحكومه كدير خدمتها، ولكن انا ككاتب عام ديال الاتحاد العام شغالين المغرب اشتغل كنقابه في تناغم تام وفي ثقه متبادله بين الحكومه. حققنا بزاف ديال الاشياء ولكن هذه الشهور السي ميار، واسمح لي غنذكرك، هذه الشهور كتقول بانه الموس وصل للعظم بطبيعه الحال. كنت كتكلم على الاسعار، تكلمت على الاسعار دابا نزلت السي ميار، وكان رد فعل قوي ديال الحكومه. انا ذاك نبهنا الحكومه من موقع المسؤوليه، انا انبه الحكومه دائما ونبهت الحكومه حينها، وتفاعلت الحكومه ايجابا
داروا لجان ديال المراقبه، داروا الزجر، داروا بزاف ديال الحوايج. كاين تفكير في الاسواق الجهويه للخضر والفواكه اللي غتبدا بقانون ان شاء الله الرحمن الرحيم، وتم كذا حاليا فعلا دابا. وقلتها الرئيس الحكومه، قلت له راه دابا كاين بدات موجه الغلاء، اذا خاص المزيد من اليقظه، وخاص كذلك نشوفوا كيفاش يمكن نخفوا العبء على المواطنات والمواطنين. وانا اعتقد بانه دائما الاساسي على اننا ننبه الحكومه الاشياء اللي خاصها ما خاصهاش الدار، ماشي هو وقتها. والحكومه احنا في اتفاق معها، الاتفاق اللي كيربطنا مع الحكومه هو اتفاق ديال الحوار الاجتماعي اللي درنا مع الحكومه، واللي فيه مكاسب كثيره للطبقه الشغاله المغربيه. الحوار الاجتماعي في مكاسب كثيره مع الطبقه الشغاله. اولا المؤسسه ديال الحوار الاجتماعي، فيه القضيه ديال الصحه اللي فكينا مجموعه الاشياء اللي عالقه في الصحه، في هذا الشيء التعليم اللي احنا بدينا فيه واللي غادي نفكوا فيه وما كايناش في النظام الاساسي، غادي نفكوا فيه القضايا المتعلقه بذوي المسار المهني المحدود، راه كيفهموها الناس ديال التعليم، غادي نفكوا فيها الناس ديال زنزانه سعود والناس ديال زنزانه 10 اللي سميتو، غادي نفكوا هذه المساله ديال التعاقد اللي كان اللي رديناها وظيفه. الوعود هذه راه لا اللي رديناها وظيفه جهويه. هذا الشيء كامل راهو جزء اساسي من الاتفاق اللي وقعناه السنه الفارطه مع الحكومه، واللي بدينا في التنفيذ ديالو. صحيح على انه هذا الاتفاق غادي يستمر على 3 سنوات، احنا قضينا السنه الاولى وحنا باقي في سنتين، وسنشتغل على كل هذه القضايا لانه هذا التزام فيما بيننا. ولكن ماشي عندكم ليونه مفرطه في التعامل مع الحكومه حينما يكون لديك عندك مشكل بعد التقييدي في الحزب اللي لا ما عنديش مشكل. ولن تعديلوا السميه. لا اسمح لي، لن تعديلوا في مساله اخرى هذه في مساله اخرى ذكرها القرآن. تقدر دير العدل في المساله، تخرج عينيك في الحكومه كنقابي. انا دائما من داخل الحكومه واتكلم بهذه اللهجه، لانني انا خاصني نقول للحكومه داك الشيء اللي كيضر الطبقه الشغيله المغربيه. انا لست في موقع الصراع مع الحكومة، والنقابات لم تكن عدوة للحكومات أو في موقع الصراع. هذا اللي باغي يدير بأن هناك صراع بين النقابات والحكومة، أعتقد بأنه لا يفهم كثيرا العمل النقابي. نحن شريك حقيقي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وشريك لكل الحكومات بكل ألوانها. خاص غير الحكومه تفتح معنا الحوار باش يمكن نحققوا شي حاجه. هذا الحوايج اللي غادي نحققوا للطبقه الشغيله هي اساسيه في السلم الاجتماعي، وهي اساسيه كذلك من توفير الظروف الحقيقيه للاستثمار، سواء الاستثمار المغربي او الاستثمار الاجنبي. وكتعتبر بان الحكومه دايره مجهود حقيقي لتحسين الوضعيه الاجتماعيه للمغاربه؟ بطبيعه الحال هذا الدعم المباشر للدار اللي غادي يهم 10 الملايين ديال المغاربه، ماشي تحسين دخل. نحن لا ننظر فقط ورش ملكي طبيعه الحكومه تعرف تنزل. جلاله الملك حينما اعطى الامر ديال التنزيل هذا، الحكومه عملت على تنزيله وبدات تعمل فيه.